نتيجة العنابي مع المنتخب البحريني، ونحن معكم ننطلق في أحداث هذا اللقاء الأخيرة من منافسات البطولة. البحرين في الجهة اليمنى بإبراهيم لطف الله في حراسة المرمى مع محاولة أولى خطيرة الكرة، لكن في أحضان حارس المرمى في النسخة الأخيرة لبطولة كأس العالم في قطر. كرة بمحاولة في الجهة اليسرى الآن من محمد مرهون أمامية، لكن في أحضان حارس المرمى مشعل مرشد. مشعل أيضا لعب مباراتين في كأس العالم أمام هولندا والسنغال، ولعب المباراة الماضية أمام المنتخب الكويتي. يتصدى للمحاولة وتسديد الوصول إلى أدوار متقدمة في هذه البطولة. كرة بمحاولة أمامية بحرينية الآن داخل منطقة الجزاء، عرضية ملعوبة، لكن أيضا راسع منافسات البطولة فوز المنتخب البحريني. أيضا كذلك كرة بمحاولة خطيرة جدا، خطيرة. عبد الله يوسف اللاعب الوحيد الموجود في تشكيلة المنتخب البحريني ممن يلعبون خارج البحرين. هنا اللاعب عبد الله يوسف مر وتقدم ولعب كرة اصطدمت في القائم الأيمن وتحولت إلى خارج أرضية الملعب. هذا يلعب في جاكرتا هنالك في اندونيسيا بعد تجربة كانت في الجهة اليمنى. الانطلاقة من محمد عادل في الجهة اليمنى، المحاولة لا زالت مستمرة والاختراق يأتي إلى داخل منطقة الجزاء للعنابي، تصل عن طريق اللاعب أحمد علاء، لا زالت مستمرة تسديده، تصطدم التهديد الأول. أبعدت الكرة، عادت مرة أخرى، عاصم ندبه في التوقيت المناسب، وكرة ملعوبة أمامية سهل على يسار حارس المرمى الحارس إبراهيم لطف الله. محاولة لمصلحة العنابي، مين ممكن أن يتقدم؟ كرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، راسية يرتقي أمام الكل ويضرب ليسجل أول الأهداف بطريقة في غاية الروعة. علاء يعلو ويضرب كرة في شباك لطف الله ويسجل أول الأهداف لمصلحة العنابي بكرة من ركنية ملعوبة بأقدام محمد وعد على رأس أحمد علاء. جميلة جدا، حلوة جدا، رائعة جدا. هذه الله عيني على الارتقاء، وعينك على الارتقاء. يرتقي ويضرب ويسجل أول الأهداف لمصلحة العنابي في شباك لطف الله. هدف رأسي يأتي الآن. طالب بلمسة يد، لكن حكم المباراة يشير إلى استمرارية اللعبة. تعود في الجانب المقابل مرتدة خطيرة. لا ضاعت الكرة، والمحاولة عن طريق اللاعب محمد مرهون وصلت إلى خارج أرضية الملعب. الحذر يا طارق، هذه الأخطاء. يعطي العنابي التقدم، عودة بحرينية في الجهة اليسرى عن طريق اللاعب محمد مرهون. برشم في اللقطة الماضية رائع. كرة بمحاولة ملعوبة، تسديد تأتي حلوة بالقدم اليسرى عن طريق محمد وعد، بالقدم اليسرى من محمد وعد. شوف فاجأ أعطى إيحاء بأنه راح يلعب الكرة عرضية داخل منطقة الجزاء، لكن سدد وتسديدة اصطدمت في الحائط وتحولت إلى خارج أرضية الملعب. وصلت إلى ركلة ركنية مرة أخرى على يسار إبراهيم لطف الله، ركنية جديدة كثيرة. كرة بمحاولة ملعوبة وصلت في الجهة اليسرى عن طريق محمد مرهون إلى داخل منطقة الجزاء، عرضية اصطدمت في الشباك الجانبية، تحولت إلى خارج أرضية الملعب. وانتهت لحظات الوقت بدل الضائع، وأطلق الأوزبكي تانتشيت صافرة. مشاهدينا الكرام متابعي قنوات الكاس أينما كنتم، مرحبا بكم، وعودة مجددة تجمعني وإياكم إلى استاد الميناء. بأن مباريات اليوم بدأت بدقيقة حداد
على كرة روحي وفقيدي كرة 17 هدف. ماجد عبد الله وحسين سعيد كل واحد منهم 17 هدف، ويبقى جاسم يعقوب هو اكثر اللاعبين تسجيلا للاهداف. كرة بمحاولة ملعوبة، لكن ايضا اسماعيل في التوقيت المناسب يبعد الكرة إلى خارج أرضية جاسم جابر أمامية. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، خطيرة جدا، لا زالت مستمرة وقائمة. عرضية العنابي على تنفيذها محمد وعد عرضية داخل منطقة الجزاء، مرت من أمام الجميع وتحول المنتخب البحريني. بينما في الجانب المقابل حسن الهيدوس، كرة بمحاولة أمامية لمصلحة البحرين الآن، عرضية خطيرة داخل منطقة الجزاء اليسرى، ويبحث عن عرضية، يلعب كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، لكن أيضا تصدي وإبعاد لا زالت مستمرة وقائمة. وصلت إلى تميم منصور، تميم يسدد عند إبراهيم لطف الله. إبراهيم لطف الله سيطر على الكرة والمحاولة الماضية. هذه اللقطة اللي مر فيها تميم وسدد بعد ذلك بالقدم اليمنى، كان بكرة رأسية من عادل جدوع، كرة بمحاولة عرضية داخل المنطقة سهلة عند إبراهيم لطف الله. ذلك كان آخر منتخب خليجي نجح في الحفاظ على لقبه، وذلك كان آخر لقب أيضا للسعودية. كرة بمحاولة ملعوبة وتسديدة لكن بعيدة طالت تحولت إلى خارج أرضية الملعب. محمد عادل هو اللي لعب الكرة والتسديدة الماضية، كرة وصلت إلى خارج أرضية الميدان. هذه الكرة العرضية واللقطة بعد ذلك بالقدم اليسرى لمحمد عادل تصل إلى ركلة مرمى، يلعب بشكل قصير إلى الجهة اليسرى عن طريق اللاعب همام الأمين. محاولة تعود إلى جاسم جابر أمامية من جاسم، وبعدت في التوقيت المناسب سيطر عليها قابل. قطر قدمت أفضل لاعب في النسخة الأولى خالد بلان هو من فاز بجائزة أفضل لاعب. كرة لمصلحة المنتخب البحريني، عرضية داخل منطقة الجزاء، يأتي التعديل بكرة من كوميل الأسود يسدد ثم اصطدمت وتغير اتجاهها ودخلت إلى المرمى ليعدل المنتخب البحريني الآن ويعود بنتيجة المواجهة بعد كرة من ركنية أيضا لعب الكرة واصطدمت وتغير اتجاهها ودخلت إلى شباك الحارس مشعل برشم. البديل لهيليو سوسة، هذه الكرة، هذه المحاولة، وهنا التسديدة بالقدم اليسرى صدمت ودخلت إلى الشباك عن طريق كوميلو. وعد محمد وعد يغير اتجاه الكرة إلى المرمى ليعلن عن التعديل. نعم، يعلن عن التعديل في كل مكان في إطار منافسات الجولة الثانية وفي ختام مباريات الجولة الثانية. ختام مباريات على يسار حارس المرمى مشعل برشا، ملعوبة داخل منطقة الجزاء رأسية لكن أبعدت، نزلت مستمرة وقائمة، تغطية وإبعاد، تسديدة تأتي، مطالبة بوجود ركلة جزاء ولاعبون العودة لمشاهدة وإقرار ركلة الجزاء. هنا حكم المباراة سيعود إلى تقنية الفيديو من أجل التأكد من وجود ركلة جزاء هنا في الدقائق الأخيرة لشوط المباراة الثاني. هذه الكرة وعودة إلى تقنية الفيديو، ركلة جزاء للمنتخب البحريني في الدقائق الأخيرة بوجود لمسة يد على اللاعب محمد وعد. هنا عبد الله في مواجهة مشعل بخبرة أوروبا، في مواجهة خبرة لاعب قادم من كأس العالم، يسجل عبد الله ويعطي التقدم للبحرين بالهدف الثاني من علامة الجزاء يسجل عبد الله يوسف ويتقدم المنتخب البحريني الآن بهدفين مقابل هدف واحد. هذه الكرة بخبرة كبيرة جدا وبتعامل مثالي أيضا، وضع الكرة في شباك الحارس مشعل برشم وأعطى التقدم لمصلحة المنتخب البحريني. هذه الكرة، هذه المحاولة واللقطة بعد ذلك إلى شباك الحارس مشعل برشم تعلن عن هدف آخر يأتي لمصلحة المنتخب البحريني. 2-1 للبحرين. عادت البحرين
بخطأ من أو بكرة تغير اتجاه وتسديد